ريحة فاس في رمضان بوحدها. عاد فهمت علاش كيقولوا فاس والكل في فاس. باش غنبداو بالطلعه الكبيره ولا الصغيره؟ الطام اللي بناها يسمى مولاي ادريس الثاني. كتشوفها في رمضان شوفها اخرى، بثقافه اخرى، بجمال اخر، وبحياه اخرى. صحه وراحه سيدي. الله يحفظك. قرون دازت مازال طلبه كيسكنوا هنايا. يمكن اول مره غادي نعيش فاس وغتعيشوها معايا بطريقه اخرى وباسلوب اخر. اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله. نبداها مع فطورتو. سير الله. مع كتوصل لفاس، الدخله ديال فاس كتضربك ريحه الحضاره المغربيه والتراث والتاريخ، دايره بحال شي متحف. يلا نمشيو نزوروها. احسن شخص يعرفنا بالمدينه القديمه وغنمشيو للخبايا ديالها هو السلك غار. الصديقه ديالي كنعرفهم شحال هادي. يلا نمشيو وندخلوا معاه للباب ونكتشفوا. السلك غار كيف الحال؟ هانيه الامور؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بك. الله يحفظك الله ينورك. يلا نمشيو نكتشفوه. اكتشفوا نعم. يلا سيدي بسم الله. الى البعنانيه. مع الدخله ديال المدينه كيبانوا لك السياح من كاع العالم كامل جايين. الاجواء ديال رمضان واعره بزاف. دابا حنا في الطلعه الكبيره والطلعه الصغيره. مع كتدخل كتلقى الطلعه الكبيره والطلعه الصغيره. باش غنبداو بالطلعه الكبيره ولا الصغيره؟ لا نبداو بالطلعه الكبيره. نبداو بالكبيره. يلا بسم الله. باش نمشيو للبعنانيه. ما شاء الله تبارك الله تبارك. واش هادشي؟ هادو الضفائر الفاسيه نعم سيدي. اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. تيقولوا لها الحلوى الفلاليه. هنا عندها الحلوى الفلاليه يعني راه جايه باش مقاده الحلوى الفلاليه؟ كتصاوب بالعسل والورقه ديال البسطيله كتقلى كتدقدق مع السميده ومع القرفه والنافع. جميل. كاين شي خليع شي والخير موجود. انت الا باغي شي نوجدوا العام سيدي. الله يحفظك ليا. بارك الله ينورك. الله. طلب اللي بغيتي وكلشي. انا كنعرف دابا كاين فاس كاين وقيلا الخلاع اللي كيخلعوا. شنو كيتسموا اللي كيديروا الخليع الناس كذا؟ دابا كاين كزاب يمكن له حتى هو يصوب الخليع. اييه كاين الخلاع اللي كيصوب الخليع سبيسياليتي عرفتي حوايج سبيسياليتي. يعني جوج تخرج حتى حنايا ولكن كنعرفوا كلشي. وشنو اللحم اللي كتستعملوا في الخليع؟ اللحم اللي كنستعملوا في الخليع بحال تالي بحال هذا الطرف خصو يكون هبره هكا وهذا كنقطعوه بهذه الطريقه هكا بحال نمسي تنديروا له هكا تمشي معاه هكا بهذه الطريقه. هي الطريقه ديال تصويب الخليع. كاين شي طريقه من غير هكا. علاش نقطعوه هكا؟ علاش؟ تنقطعوه هكا باش كتدخل فيه شرموله وكيبس. كيبس. كيبس. دابا هذا سيدي ملي كنصوبوه هكا شحال ديال الوقت باش كيبس؟ ما بين سيمانه على حسب الشمس. فهمت. بعد هذاك الشيء كندوزو المرحله نتاع الطياب. يعني نسوي زويته بلديه. زويته بلديه وكنديروها مع زويته روميه وكنديروا شي شويه ديال الليدام. كاين اللي كيصوبوا ريجيم وكاين اللي كيصوبوا عاوتاني بالطريقه. اييه حنايا كنقطعوه بهذه الطريقه. تبارك الله عليك تبارك الله. هذا هو الخليع الفاسي. هذا الخليع الفاسي هكا كيتقاد. هكا كيتقاد. جميل. تبارك الله. جميل. انس تبارك الله ما شاء الله. المعقول. يعني نعمس الشيء الممتاز. تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك. شكرا. شمي عرفتي الريحه. لا تبارك الله عليك. دابا غادي تاخذوا باش انا قلت لك شمي الريحه. واحد اخر ما يمكنليش نديرها لك. تبارك الله عليك. مرحبا. الله يحفظك الله ينورك. شكرا الله يحفظك. شكرا بزاف. شكرا جزيلا. الله يحفظك برعتينا. شكرا جزيلا الله يحفظك. فين غنمشيو؟ البعنانيه. يلا نمشيو للبعنانيه. واه كيقولوا بلي هذه من اقدم المدارس اللي كاينه في فاس. هذه هي الملحقه اللي كيقراو فيها الطلبه وكيجلسوا فيها كيقراو فيها بعض المواد وكيجلسوا فيها كينعسوا فيها في هذه البيوت هذو اللي هنايا ومن بعد كيمشيو للمدرسه ديال القرويين باش يقراو المواد الاخرى. شوف واحد التفاصيل واحد لي ديتاي خصنا منهم واحد الساعه ولا ساعتين نبقاو كنهضروا عمرنا غنسالي. واو مازال هنا الناس كيصليو ومازال الطلبه الى حد الان قرون دازت مازال الطلبه كيسكنوا هنايا كيجلسوا هنا. راه كاين اللي عارف السميات ديال الطلبه اللي كاينين هنا. هذوك السراج اللي شتي تما كينعسوا الطلبه. هذوك راهم بيوت ولحد الان مازال دابا كينعسوا الطلبه هنا.
وكيقراو في القرويين. ما كرهتش نبقى هنا النهار كامل، نزيد نعرف اكثر على المدرسه البوعنانيه. العبق ديال التاريخ في الازقه اللي دايرين بها كنا كنحسو بيه وحنا غاديين. ما كرهتش نزيد معاك اكثر، ولكن خصنا نمشيو نفطروا ضروري. السلام عليكم. امين كي داير؟ بخير صحيحه بخير. الله يحفظك، بارك الله فيك. الله يحفظك، شكرا بزاف. الله يحفظك، تفضل. السلام عليكم. يعني بخير، كلشي مزيان؟ هاني الامور كي داير؟ الزين سلام، لاباس كي دايرين؟ هاني الامور. شكرا جزيلا، تبارك الله عليكم. سمحوا لينا عدلتوا راسكم. الله يحفظكم، الله يجازيكم بخير. اش كيودي المغرب هنايا في فاس؟ 22. نعم، واقيلا زايده شي 2 دقائق على كازا. ما بقى والو، دابا شويه غادي يأذن ان شاء الله. واقيلا كنظن راه كيأذن. هذه التوقيت واقيلا. بسم الله. شكرا. بالنسبه للحريره، واش كاين شي انواع ديال الحريره كديرهم ولا كاينه وحده مثلا؟ صراحه حريره وحده كاع الناس كنديرها. الحريره الحمراء تيقول هذا. الضيافه عند ناس فاس بوحدها بالبساطه ديالها كتخليك تعيش داك الجو العائلي اللي معاهم بحال انت واحد منهم. الاسئله اللي كنت كنسول الغرض ديالها ماشي الجواب، ولكن باش نعيش معاهم وسطهم، نناقش معاهم النقاشات البسيطه اللي كتكون في الفطور. وهذا الشيء بالضبط اللي حسيته في فاس مع هاد الاسره الزوينه. وراوني قبيله الطريقه كيفاش كتقادوا الخليع هنايا في فاس، خصوصا في رمضان. قال لي كيكون عليه الاقبال وداك الشيء باش كيفطروا به وهذا. وقال لي كاين الخليع اللي كيتباع عند الجزار، وكاين الخليع اللي كيتباع عند الخلاع اللي كيدير الخليع. كاين الفرق؟ نتوما فين كتمشي تاخذ الخلاع؟ صراحه ما كنتش عارفه بلي كاين فرق. كنعرف بلي كيتصاوبوا بحال كنصاوبوا في الدار. كتصاوبوه في الدار بنفس الطريقه اللي كيصاوبوه، بنفس الطريقه كيقطعوا اللحم يجفوه. تيبس شويه صافي كيبقاو يطيبوها عاوتاني في الاخر وكيخولوها في هي هذيك داك البيض اللي كيكون فيها هو الزيت ديالو. اييه هو شحيمه كتكون صافي وطريفه اللحم صافي كيجي. هنا ديال فاس معروف بعدا الخلاع ديال فاس هو احسن خلاع كاين في فاس. الله يخف عليكم، شكرا بزاف. الحمد لله تهلاو فينا الناس ديال فاس، ولكن ما سخيناش، خصنا نمشيو لوجده. يلا نتحركوا. الطريق باقا طويله، غير ارتاحوا شويه باش نوجدوا ان شاء الله الحلقه الجايه في مدينه جديده. يلا نتلاقاو.